السلام عليكم ورحمة الله، سعيدة بلقائكم مجددا. مرحبا بكم في فيديو جديد. اسهل طريقة ديال همبرجر. كما كتشوفوا معايا هاد لا فيديو هذا ولدي اللي وجدوا لكم، انا غير كنساعدو. تبعوا معنا الطريقة حتى الاخر. هنا كما كتشوفوا معايا انا صراحة العجين ما صايبتهاش في الدار. هو كيعطيكم لايك ولدي. انا ما صايبتهاش في الدار، شريتها هكا من بيم طالعه. كما كتشوفوا معايا هنا كديروا طفال طفال شويه الزبده وكنسخنوه غير في الطفال. كاين صراحه اللي كيديروا في الفران، انا درتو هنايا غير في، ولكن هذه الطريقه ديال ولدي. ديال محمد امين. تبعوا معايا حتى الاخر. هنا سخنا الخبز ديالنا، جينا قبلوا على على الحشوه، قبلوا على الحشوه لانه هو اللي قالك بغا يصايبو. خليته صراحه يصايبو الراس بالطريقه ديالو. وهنا غير بعد الملاحظات ديالي وداك الشيء صافي. وهو كيوجد معاكم. المهم ما تضحكوا ما والو، حاولوا تشجعوه. هنا ملي طابت الكفته ديالو راه دار الفرماج دوائر ووجد الخبز ديالو بعد ما سخنات. هنا كيدير لها المايونيز ويدهن. صراحه انا والله الا كنت كنقول لكم زعما كنشجعكم باش تخليو وليداتكم، تشجعوهم الا بغا يديروا شي حاجه في الكوزينه، واخا يرونوا واخا ما عرفت شنو يديروا. صراحه راه كاين الروينه، ولكن كتصبروا ليهم. اليوم كيديروا هذه حويجه اللي تعجبهم، مره اخرى ثاني كذلك كتشجعوهم. من بعد الحمد لله راه كتدخل واحد الفكره على راسهم. اليوم يرونوا غدا راه ما غيرونوش بطبيعه الحال. كيف كتشوفوا راه جايب الخص ديالو مقطع بالطريقه ديالو اللي بغاه هو هي، وكيحط يقاد فيه ونتبع معاه حتى الاخر. اسمحوا لي راه كنت انا شاده التليفون عاود غير بيديا. هنا كيجيب الطماطم مقطعه دوائر كيحطها حتى هي. ومن بعد كيهز الكفته ديالو اللي ديجا تصايبات وكيحطها. والكيتشوب من طبيعه الحال راكم عارفين الوليدات الصغار. عزيز عليهم الكيتشوب، عزيز عليهم المايونيز. صافي حطها على جنب. من بعد كيجيب وحده اخرى عاوتاني وكيوجد. المهم حتى تيسالي داكشي اللي خاصو يصايب. ها هو كيقاد معاكم عاوتاني وحده اخرى. حاولوا تشجعوه. هاد لا فيديو صراحه راه ديالو. نتمنى ان شاء الله اي واحد شاف هاد لا فيديو وعرفوا ديال الابن ديالي، لان القناه راه على الاسم ديالو امين. يعني هاد لا فيديو راه ديال محمد امين. نتمنىكم ان شاء الله تشجعوه باللايكات وبالبارطاج وتخليو لي تعاليق زوينه. راكم عارفين الوليدات عزيز عليهم هاد الاكلات هادو. صراحه هو راه ما سخنش الخبز مزيان. ولكن انا ما بغيتش نحرجه ونخليه على هو اصلا فرحان نخليه على الخاطر ديالو. اما هو اصلا الخبز خاصها تسخن مزيان باش تطلع. قال لك هو لا صافي راه غادي تحرق. قلت لي صافي يا ماما. المهم هو جاء صراحه زويون وصراحه جا لذيذ. حنا اللي كلينا داكشي تبارك الله جا لذيذ. بالنسبه كيف ما دائما كنقول ملي كنقربوا لسيدنا رمضان، يعني ساهل باش تصايبوه بالزربه لوليداتكم سندويشات، اولا بالنسبه للوليدات اللي كيجيو من المدرسه
انا كنفضل ياكلوا في الدار، ما يديوش للمدرسه صراحه. انا كنفضل ياكلوا في الدار، لانه الا داو للمدرسه بالنسبه الدراري صغار وهذا يقدر ما واخا كتجمعوا بالسلوفان وتقادوا في الاماكن ديالو، انا من الاحسن يتكل في الدار. او الا بالنسبه للفطور علاش لا، لانه فيه حتى هو حويجات اللي هي زوينه. هنا غادي تقولوا لي البصله ما درناهاش وهذا، حيت اصلا الولد ديالي ما كياكلهاش، وانا ما كان حنا الاغلبيه في الدار عندنا هكا البصله نيشان في المنظور ما كنبغيوش ناكلوها. هذا الشيء اللي كاين البنات، ونتمنى ان شاء الله كيف ما قلت لكم هذا الفيديو يعجبكم، وحاولوا تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، وشجعوا لي الابن ديالي. ونخليكم مع الصور حتى لنهاية لا فيديو، ونتمنى لكم الصحة والسلامة. وهنا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.